بيبدأ الفيلم بتاعنا مع واحدة بيكون باين عليها الرعب كأن في مشكلة حصلت، وأول ما الكاميرا بتلف كده شوية نعرف إن هي واقعة في مصيبة، وده لأن في جثة معاها في نفس الأوضة اللي هي قاعدة فيها، والست دي تعتبر شخصية مهمة لأن هي النائب العام. أول حاجة بتيجي في بالها إن هي تاخد الشنطة بتاعتها اللي قاعدة تحت الجثة دي وبعد كده تتصل بشخص لكن مش بيرد، وما بتعديش ثواني إلا وبنكتشف إن الشخص ده هو اللي بيرن عليها تاني، وأول ما بترد عليه بيسألها سؤال واحد: جابت رقمه منين؟ فبترد عليه وبتقول له ان اللي اداها النمره قال لها ما تقولش اسمه، وساعتها هو قال لها طب ازاي اثق فيكي؟ فردت عليه وقالت له ان الشخص اللي اداها الرقم ده قال لها ان لو وقعتي في اي مشكله في المستقبل صاحب النمره دي هيساعدك. وبينتقل بينا مشهد وبنروح لصاله لعبه بلياردو وبنسمع صوت الشخص اللي بيكلمها لكن مش بنشوف وشه، وبيقول لها ان هي ما تتحركش من مكانها ولا تبص يمينها ولا شمالها ولا فوقها ولا تحتها ولا اي حته، وتولع اللمبه الحمراء وتثبت مكانها ما تتحركش لحد ما هو يجي لها. وبعد كده بنشوفه بعد ما بيطلع من الحمام وبيتجه على الفندق اللي هي قاعده فيه، واول ما بيوصل لها بيبدا يسالها شويه اسئله مهمه: هل اتواصلت مع حد اثناء ما هو في الطريق؟ فبترد عليه وبتقول له لا. بعد كده بيسالها هل في حد يعرف ان انت هنا اصلا؟ فبترد عليه برضه وبتقول له لا. بعد كده بيسالها سؤال تاني وبيقول لها هل حجز الاوضه ده باسمك؟ فبترد عليه وبتقول له ان هي عاده لما بتحجز اي اوضه في فندق مش بتستخدم اسمها الحقيقي وبتستخدم اسم مستعار. بالمناسبه الشخص ده ما اتقالش اسمه طول الفيلم، فاحنا نطلق عليه اسم جاك. وبنشوفه وهو بيتاكد ان الشاب ده ميت ولا لا من خلال نبضه، وهي بتحاول تفهمه ان هي ما عملتلوش حاجه، لكن هو بيسالها سؤال تاني وبيقول لها ان في حد ممكن يقلق عليكي عشان انت مش قاعده. فبترد عليه وبتقول له لا، لان هي بتعمل اللي هي عايزاه عادي وبترجع في الوقت اللي هي عايزاه برضه. فبيقول لها عظيم، وبرضه هي بتحاول تبرر له ان هي ما عملتلوش اي حاجه، الا انه مش بيهتم بكلامها وبيقول لها لو انت ما كنتيش قاعده دلوقتي هنا كنت هتكوني قاعده فين؟ فبتستغرب السؤال ومش بتفهمه. فبيقول لها يعني انت دلوقتي لو ما كنتيش هنا في الفندق كنت هتبقى قاعده مع مين وفين؟ فبترد عليه وبتقول له ان هي كانت هتبقى قاعده مع بنتها في البيت بيتفرجوا على التلفزيون. فبيقول لها عظيم، روحي لبنتك واقعدي معاها واتفرجي على التلفزيون وكأن مفيش اي حاجه حصلت. لكن في نفس اللحظه دي في حد بيخبط عليهم، لكن لما محدش بيفتح او يرد عليه هو بيفتح الباب وبيدخل، وبنعرف هنا ان هو بيشتغل نفس الشغلانه اللي بيشتغلها جاك، والشخص ده برضه ما اتذكرش اسمه طول الفيلم، وعشان كده هنطلق عليه اسم توم. المهم بيوجه كلامه للنائب العام اللي وقع في مشكله وبيقول لها ان هو جه هنا عشان يحل لها المشكله بتاعتها، لكن هي بترد عليه وبتقول له ان هي اتصلت بجاك. ساعتها جاك بيسال وبيقول له مين اتصل بيك؟ فبيشاور له على كاميرا موجوده في الاوضه، وبيطلع ان مديره الفندق هي اللي استاجرت توم عشان يجي ويحل المشكله اللي حصلت في الفندق بتاعها. ساعتها جاك بيرفض تماما ان هو يشتغل مع اي حد تاني وبيكون خلاص ماشي، لكن الست دي بتقول له ان اللي اداها النمره قال لها انك انت لو وافقت على المهمه يبقى لازم هتخلصها مهما يحصل، لكن هو بيقول لها مش في حاله زي كده. ساعتها هي بتقول له ان صاحبه الفندق صورته بالكاميرات ولازم يخلص المهمه بتاعته، فبيقتنع وبيقعد عشان يكمل مهمته. وما بيكونش قدامهم غير ان هما الاتنين يشتغلوا مع بعض، وبعدها الست دي بتسالهم ايه المفروض تعملوا بعد كده. ساعتها كل واحد فيهم بيطلع لها طقم هو اشتراه لها، وبيقول لها ان هي لازم تغير هدومها اللي عليها الدم وتاخد بعضها وتمشي من الفندق وما تحسسش اي حد ان في اي حاجه حصلت. وبالفعل بتاخد جيبه من ده على بلوزه من ده، تدخل الحمام وتغير وبتاخد بعضها وتمشي. بعدها بنشوف توم وهو قاعد يتفرج على شغل جاك، ولما بيساله بيقول له انت مش هتقوم تساعدني؟ فبيرد عليه بيقول له انت فاهم موضوع شكلك غلط، انت المفروض تخفي اللي حصل ده عشان ما حدش يوجه اصابع الاتهام لموكلتك، وانا شغلتي ان انا اشرف على شغلك واتاكد ان مفيش حد هيوجه اصابع الاتهام لموكلتي. وبالفعل جاك بيفضل شغال لوحده لحد ما بيخلص، وبيلف الجثه المرميه على الارض دي لفه سربرايز على اساس ان هي بدله، واثناء ما توم قاعد بيكتشف ان في شنطه محطوطه ورا مكتب، ولما بيطلعها بيكتشف ان هي مخدرات. وهنا هما الاتنين وقعوا في مشكله عويصه، ده بسبب ان اصحاب المخدرات دول لو المخدرات ما وصلت لهمش في ميعادها هيبداوا يدوروا عليها. ساعتها هيجوا الفندق هنا وهيفضلوا يدوروا في الحوار لحد ما يكتشفوا اللي حصل، وما بيكونش قدامهم غير اختيار واحد بس، ان هم يعرفوا البضاعه دي بتاعت مين ويروحوا هم يسلموها عشان ما تحصلش مشاكل. وبعد كده بنشوفهم هم واخدين الجثه وبينزلوا البدروم عشان يحطوا الجثه في عربيه، وبيكون باين على جاك ان هو محترف في شغله، وده بسبب ان هو لف الجثه ونزل بيها وحطها في العربيه من غير ما يمسكها ومن غير ما يجي على هدومه نقطه دم واحده. واثناء ما هم قاعدين في البدروم بيتناقشوا مين هيروح يمسح تسجيل الفيديو اللي اتسجل لهم وهم في الاوضه، بيكون باين عليهم هما الاتنين ان محدش فيهم طايق التاني، لان كل واحد فيهم فاكر ان هو محترف اكتر من التاني. لكن للاسف اثناء نقاشهم بيكتشفوا ان الشاب لسه ما ماتش، وبيفتح شنطه العربيه وبيتحرك، لكن هما باسرع ما يمكن بيروح واحد وبيضربه عشان يفقد الوعي، تاني بيقفل شنطه العربيه بسرعه. لما بيسالهم الحارس محتاجين اي مساعده بيقولوا له لا شكرا، وبيركبوا العربيه. وساعتها توم بيقول له انت ما تاكدتش من نبضه عشان تعرف ان كان عايش ولا ميت؟ فبيقولوا ان هو اتاكد لكن ما كانش ليه نبض، يمكن يكون اخد مخدر او مجموعه مخدرات قللت من نبضه لدرجه ان هو ما حسش بيه. لكن توم بيشوف ان هو مش محترف وان هو كده غلط غلطه كبيره في الشغل، وبيفضل باصص له بصه ان هو هاوي. ساعتها بيقرر ان هم ياخدوه لدكتور عشان يفوقوه، وجاك بيتصل بحد يعرفه لكن ما بيردش عليه. ساعتها توم بيقرر ان هو ياخده ويروح لحد هو يعرفه ويثق فيه. وهم في الطريق
جاك بيقول له ان غالبا البضاعه دي بتاعه الالبانيين اللي اتسرقت منهم الاسبوع اللي فات، وده معناه ان الشاب ده اتحط في فخ. وبعد كده بيبدا يفكر جاك ان هما ممكن يكونوا الفخ ده منصوب ليهم هما، لكن توم بيقول له هو انت ايه اللي بتقوله ده، وما يعرفوا منين اصلا ان احنا نروح نخلص عمليه زي دي. المهم بيوصلوا لمكان الدكتوره، وتوم بيروح عشان يكلمها ويفهمها الوضع اللي هو فيه، لكن جاك بينزل من العربيه وبنكتشف ان الدكتوره تعرف الاتنين، تعرف جاك وتعرف توم. المهم بياخدوا الشاب وبيدخلوه جوه عشان يتعالج، وهما جوه الدكتوره بتبدا تقول لهم ان باين على الشاب ده انه اخد خلطه مواد هي اللي خلت نبضه قليل خالص. ساعتها هنا جاك بيبص لتوم بصه ان انا صح وانت ما بتفهمش حاجه. بعدها صوت كل واحد فيهم بيبدا يعلى على التاني، وده اللي بيخلي الدكتوره تطردهم هما الاتنين. المهم بعد ما بيطلعوا بيقعدوا يشربوا حاجه هما الاتنين، وبيبدا كل واحد فيهم يحكي هو ازاي اتعرف على الدكتوره، لحد ما فجاه الشاب اللي كان قاعد في غيبوبه وما كانش قادر بيقف على رجله وبيطلع يجري من المكان زي المجنون وهو لابس البوكسر بس. والدكتوره لما بتطلع قربت تقول لهم روحوا الحقوه بسرعه، وبالفعل بيفضلوا يطردوه شويه حلوين. واثناء ما هما بيطردوه جاك بيخبطه بالعربيه من غير قصد، لكن الواد بيتخبط وبيلف لفه لولبيه في الهواء وبينزل واقف. وبرضه بيفضلوا يطردوه شويه لحد ما بيقدروا في الاخر يمسكوه ويرجعوا بيه للدكتوره، لكن الدكتوره مش بترضى تدخلهم المره دي وبترمي لهم الدواء بتاعه من الشباك وبتقول لهم خلوه يشرب ميه كتير، وده اللي بيخليهم ياخدوه يروحوا الاوضه في فندق، وهم هناك بيسالوه البضاعه دي جابها من فين وكان رايح يسلمها لمين. لكن هو في الاول ما بيرضاش يقول لهم وبيعمل نفسه عبيط وما يعرفش بضاعه ايه ولا هما بيتكلموا عن ايه اساسا. ساعتها جاك بيمسك الكرسي وتوم بيمسك الاباجوره، وبيكونوا هما الاتنين ناويين يكسروها على دماغه. ساعتها هو بيخاف وبيقرر ان هو يقول لهم، لكن بيبدا يحكي لهم من اول اليوم. ساعتها توم بيتعصب عليه اكتر لان هما مش عايزين يسمعوا قصه حياته، لان كل اللي محتاجينه ان هما عايزين يعرفوا جاب البضاعه من مين وهيسلمها فين. لكن هو برضه بيحكي لهم من اول اليوم، وبنعرف بقى من هنا ان هو ليه صديق امه ماتت، فما كانش هيعرف يودي البضاعه في الوقت المحدد، فده اللي خلاه ياخد الشنطه من صاحبه ويروح عشان هو اللي يسلمها. ولما بيسالوه عن المكان اللي هيروح يسلم فيه البضاعه بيقول لهم ان هو ما يعرفوش، فبيستغربوا ازاي كنت هتروح تودي البضاعه. فبيقول لهم ان في جهاز بيجر هيستقبل عليه العنوان، ولما بيسالوه فين الجهاز ده بيرد عليهم وبيقول لهم ان صاحبه شاله في المكان اللي كان شغال فيه. ساعتها بياخدوه معاهم عشان يروحوا ويجيبوا الجهاز، واول ما بيوصل هناك بيشوفوا الراجل كانوا هما الاتنين اشتغلوا معاه في مهمات زي دي كتير، فبيستخبوا. ولما بيسالهم الشاب ايه اللي بيحصل بيفهموا ان هما الاتنين اشتغلوا لحساب الشخص ده كتير وما ينفعش يشوفهم هما الاتنين مع بعض لانه ساعتها هيقتلهم. فبيقترح عليهم الشاب ان هو هيدخل يجيب الجهاز ويطلع، لكن جاك بيقترح عليهم ان هما التلاته هيدخلوا لكن كل واحد لوحده وعيننا تبقى على بعضنا على طول. وبالفعل بيدخلوا مكانه بيكون في حفله زفاف بنت ديمتري، وده نفس الراجل اللي اشتغلوا لحسابه قبل كده. ولما بيدخل الشاب بيكلم الراجل اللي قاعد على البار وبيساله على جهاز البيجر بتاعه، لكن بسبب الدوشه اللي موجوده في المكان مش بيقدر يسمعه، وده اللي بيخليه ينط يدخل يتلفى الجهاز ويطلع. لكن رجاله ديمتري بيشوفوه وبياخدوه بيطلعوا بيه بره. ولما جاك وتوم بيشوفوه وهو خارج بيحاولوا يطلعوا، لكن في مجموعه ناس بيسحبوهم معاهم لجوه. واول ما ديمتري بيشوفهم هما الاتنين متجمعين في نفس المكان بيتوقع ان هم عارفين بعض. ساعتها بيأمر الحارس الشخصي بتاعه ان هو يخلص عليهم. في نفس اللحظه دي جاك وتوم بيشوفوه وهو بيكلم الحارس بتاعه، فبيتوقعوا طلبوا منه، ده اللي بيخليهم يرفعوا السلاح على بعض ويمثلوا ان محدش فيهم يعرف التاني، لحد ما ديمتري بيتدخل وبياخد السلاح منهم. وبعد كده بيعرفوا ان هما الاتنين بيقدموا نفس الخدمه، لكن هما عشان يحاولوا يخفوا ان هما يعرفوا بعض فبيمسكوا في خناق بعض لحد ما توم بيمشي ويسيبه. وبعد كده جاك بيهني ديمتري على فرح بنته وبياخد بعضه وبيمشي. لكن مساعد ديمتري لما بيبص على المسدسين بيكتشف ان المسدسين شبه بعض بالظبط، وبيقول له ان الاتنين دول اصحاب. ولما بيخرج جاك توم بيعمل نفسه ان هو بيطفي السيجاره وبيشاور له على مكان الشاب عشان يروح له، واول ما بيوصل له بيلاقيه قاعد مستنيهم وبيقول له ان هو قال لهم انه مش هيهرب، وبيوري له جهاز البيجر. بعد كده بياخدوا بعضهم وبيروحوا المطعم وبيكونوا مستنيين الرساله توصل لهم، وبعدها الشاب بيسالهم عن طبيعه شغلهم، فبيرد عليه توم وبيقول له تتوقع ايه؟ فبيرد اتوقع انكم بتصلحوا الاخطاء، يعني لو حصلت مشكله او حاجه غلط بتيجوا انتوا الاتنين وتنظفوا المكان وكأن شيئا لم يكن. فبيقول له تقريبا صح، وبعد كده بيشكرهم وبيقوم عشان ندخل الحمام. بعد كده بيبدا جاك وتوم يتناقشوا ايه مصير الشاب ده وايه اللي هيحصل له. واحد منهم بيكون عايز يخلص منه لانه شافهم، والتاني بيقول له ان الشاب ده اهبل وملوش فيها وجه في المكان الغلط في الوقت الغلط. ساعتها جاك بيقول له ان احنا مش هنموته، لكن هنخليه هو اللي يسلم الشحنه، لو كان فخ فهيموت وخلاص، وكده كده ملناش دعوه، ولو ما كانش فخ هيخرج ويبقى ساعتها لازم نقتله. فبيوافقوا توم، وفي نفس اللحظه دي بتوصل لهم الرساله. وهنا بنكتشف حاجه غريبه جدا، الاتنين شبه بعض في كل حاجه، في تصرفاتهم وفي اسلوب كلامهم، حتى الاتنين نظرهم ضعيف. وبعد ما بيطلع الشاب من الحمام بياخدوه بيروحوا لمكان التسليم وبيدوله بضاعه عشان يروح يسلمها، عشان الحوار ده كله لو كان فخ يبقى هو كده كده كان هيقع فيه. وبعد ما بيدخل الشاب على طول بيتفاجئوا بالألبانيين وهم بيقتحموا مكان تسليم البضاعه. وفي نفس اللحظه دي حصل عليهم هجوم من مساعد ديمتري، وده اللي بيخلي جاك ياخد العربيه ويبعد شويه عن مساعد ديمتري ورجالته، وبينزلوا من العربيه وكل واحد فيهم بياخد سلاح. بيفضلوا مستنيين لحد ما الذخيره اللي مع ديمتري ورجالته تخلص، وبالفعل اول ما بتخلص بيضربوا رصاصه هنا على رصاصه هنا، بيكونوا خلصوا على مساعد ديمتري ورجالته.
وبعد ما بيخلصوا بيروحوا عشان يشوفوا ايه اللي حصل مع الشاب. بيلاقوا الرجاله بتطلع من جوه وهم مقتولين، ولما بيدخلوا جوه بيكتشفوا ان كل الرجاله مقتولين، وبيتفاجئوا بالشاب وهو طالع لهم من شنطه عربيه. وبعد كده جاك بيطلب منه ان هو يوزع البضاعه على الارض على اساس ان هم استلموا البضاعه والاتنين هجموا على بعض وخلصوا على بعض. لكن بنشوف جاك وهو بيرفع مسدسه على الشاب وبيكون خلاص هيقتله، لكن مش بيقدر لانه بيحس ان الشاب ده ملوش فيها وغلبان، هو بس حظه وحش خلاه يقع مع الناس الغلط في الوقت الغلط، ومش بيرضى يقتله. لكن توم بيضرب كيس من اكياس المخدرات عشان تبان ان هي واقعيه، وان اللي حصل هنا ضرب نار طبيعي ما بين عصابتين. وبيكتشفوا ان البضاعه دي كان فيها جهاز تعقب. وبعد كده بيوصلوا الشاب لبيته، وبيكونوا رايحين معاه مش عشان سواد عيونه، كان عشان يهددوه هو وابوه ان لو حد فيهم جاب سيرته هيخلصوا عليهم. وبالفعل بعد ما بيخلصوا مهمتهم بيقرروا ان هم يروحوا يفطروا مع بعض. وهنا برضو بنعرف ان الاتنين بيحبوا نفس المطعم وبيقعدوا فيه على طول. وهم قاعدين في المطعم بيكون باين عليهم هم الاتنين ان هم عايزين يشتغلوا مع بعض، لكن كل واحد كبرياءه مش سامح له ان هو يبدا الكلام ويقول له انه عايز يشتغل معاه. وخلاص بيكون جاك ماشي وبيساله سؤال اخير: ايه اللي قالته لك المديره بتاعه الفندق عشان توافق تشتغل معايا؟ فبيرد عليه وبيقول له ان هو ما كانش اصلا قدامه اختيار تاني، لكن هو خارج بيقول له على الجمله اللي هي قالتها له. وبنكتشف هنا ان هي نفس الجمله اللي قالتها له الموكله بتاعته لما كان عايز يمشي. ساعتها جاك بيرجع وبيقول له: هو مين الشخص اللي اتصل بيك؟ ساعتها توم بيساله نفس السؤال، وهنا بنفهم ان هما الاتنين شغالين لحساب نفس الشخص. بيكتشفوا هنا ان هما كانوا محطوطين في فخ عشان يروحوا هما يسلموا مخدرات بنفسهم، وساعتها هما اللي يقعوا كبش فدا بدل الشاب. وبعد كده لما بيبصوا حواليهم بيكتشفوا ان المطعم ما فيهوش ولا حد. واول ما بيبصوا من الشباك بيكتشفوا ان في عدد كبير من الرجاله بره بيجهزوا نفسهم كده عشان يخلصوا عليهم. ده اللي بيخليهم هما الاتنين يستعدوا عشان يدافعوا عن نفسهم. بعدها جاك بيسال توم: انا لحد دلوقتي ما عرفتش اسمك؟ فبرد عليه توم وبيقول له: لو طلعنا من هنا سلام هقول لك على اسمي. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا. فما تنساش بقى اللايك الجميل واشترك في القناه عشان في عظمه هتنزل يوميا. ولو في فيلم عايزنا نلخصهولك اكتب لي اسمه تحت في التعليقات. وسلام.